عندك امساك مزمن وصعوبه في الاخراج او عدم اخراج كامل، ده دليل واضح ان القولون بتاعك مجهد او حركته ضعيفه او الالياف قليله او البكتيريا نافعه ضعيفه. الامساك المزمن ده بيعمل ايه بقى يا باشا؟ الامساك المزمن يسبب تراكم سموم داخليه داخل الجسم وبتاذي جدار القولون، ويعد من محفزات اورام القولون، وممكن يؤدي الى زياده طول او اتساع القولون، مما يزيد المشكله سوء لو القولون ده ما تعالجش. خد بقى متني النصايح دي واتكل على الله. تشرب ميه كتير مما لا يقل عن 3 لتر في اليوم. دايما احرص على تناول الفواكه والخضروات قبل الوجبات. مارس الرياضه بانتظام علشان تساعد على حركه جهاز الهضم. عدم الاهمال او تجاهل او تاخير الاحساس انك عايز تعمل حمام. الافضل الحمام البلدي طبعا بلا شك، ولو حمام افرنجي يفضل ان احنا نحط كرسي تحت الرجلين عشان يبقوا مرفوعين كده. هنقلل طبعا من الحلويات والسكريات والدقيق. طبعا لو في شرخ او بواسير بتزود المشكله اكتر. احرص طبعا على تدريب القولون على الحركه بدخول الحمام في وقت ثابت يوميا الصبح من غير حزم وحتى من غير اخراج علشان يتعود على الحركه. لو استمر الامساك او طول في مده الاخراج لازم طبعا هتروح تكشف بقى مع دكتور جهاز هضمي علشان يطمن ويطمنك برضه. وطبعا ما نمشيش على الملينات علشان الملينات مش حل، دي بتزود الدنيا سوء وبتعود القولون على الكسل. ونتمنى السلامه للجميع.